رسالتي تمسكوا بالأمل وضلكن فرحانين رغم الألم اللي صابنا نتيجة الحرب الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، لأنه بهيدا الشكل نحن بنقدر نشبه التحديات والظروف الصعبة يلي عم نواجهها، وهالشي بزيدنا أمل وعمل بدل ما فقط نلعن الظلمة. فبدل أن نلعن هالظلمة خلينا نشتغل على رفعها بهالأمل هيدا اللي المفروض احنا نكون متمسكين فيه، والرجاء خصوصا بهالعهد الرئاسي الجديد اللي حمل كتير حقيقة. لو بنطلع على سنة لورا أو أقل، يعني كم شهر لورا، كنا بهالحرب الفظيعة كان ما عنا رئيس للجمهورية، ما كان عنا حكومة، ما كان عنا طرقات أفضل، ما كان عنا مطار أفضل، ما كان عنا ضبط للحدود الشمالية والشرقية، ما كان عنا ضبط للجمارك. هلأ موارد الجمارك ضاعفت، وهلأ اجوا سكانرز. عم بعطي أمثلة بسيطة للناس بس تتذكر وين كنا وين صرنا. بعبدنا كتير. عملنا الانتخابات البلدية بعد 9 سنين من التأخير، عم نحضر للانتخابات النيابية. اليوم أقرينا تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات. ما بدنا ننسى كمان التحسينات اللي صارت الأخرى حتى ما نعددها كلها، ومنها ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، إقرار قوانين مصرفية كان صرنا قدام نسمع فيها 6 سنين وبعدنا مكملين. وإن شاء الله على رأس السنة بنكون أهدينا اللبنانيين حل لموضوع الودائع، ولو كان حل يعني في مراحل وفي خطوات، بس لكن بنكون حطينا الودائع على سكة التحرير. لنقول تحرير الودائع اللي هي عالقة في المصارف، اللي هو بيكون القانون الثالث المصرفي، وهلما جرى من أمور عملناها ورح نعملها الله راد. بعد بدنا كتير، شو ما نعمل بنضل مقصرين. متفائلين بالسنة الجديدة؟ كله هيدا حكيتك اياه، مش تفاؤل بس مش يعني مدعيين، مش يعني عم نقول عنا انجازات، مش يعني عم نقول هذا الشيء كافي، مش يعني عم نقول ما عنا كتير بعد ناطرنا، بس عم نقول انه نحن على السكة الصحيحة وعم نعمل كتير وناقصنا كتير، وان شاء الله نقدر نعمل اكتر.